السلام عليكم، اخباركم؟ صحتكم بخير؟ اليوم ان شاء الله نقدم معكم تشكيله ديال الحلويات بدون فرن ولا بيض ولا زيت. مهم كيف ما كتشوفوا غنحتاج هذا البسكوي. خدمت انا بهذا، خديته من بيم، زوين صراحه، بنين، كنت كنستعمله في التحليات. وبالنسبه للمقادير اللي غنستعمل في هذه الحلويات، غادي نشارك معكم ان شاء الله اشنو باش خدمت. كيف ما كتشوفوا هنا خدمت بالكوك والبسكوي مطحون، وهذيك اللي ملي عندي عجينه ديال الكنافه اللي شديتها وقطعتها طريفات صغار. كيف ما كتشوفوا غادي نبسبسها بالزبده حتى هي غندير بها واحد الشكل ديال الحلوه. مهم خليكم معايا ان شاء الله ندوزو شكل بشكل. وهذا الشيء كيبقى اختياري، كل واحد ويستعمل شنو بغا. هنا عندي الزنجلان، عندي الشوكولات لي بيبيت، عندي الفريتينغ، عندي اللوز، عندي كاوكاو، وعندي هنايا كي قلت لكم الزنجلان كذلك. ها نتوما كتشوفوا هنا بسكوي مطحون، هنا عجين ديال الكنافه، هنا اللوز، وعندي القرقاع، وهنا عندي العقده ديال اللوز اللي صوبتها ودرتها كويرات. غنبدا اول حلوه البنات ان شاء الله غادي نستعمل فيها. عندي هنايا شوفان مع الزبيب مع اللوز مع نخلط الكراميل، عندي شوكولا نوار وعندي شوكولا بلون. مهم هادو هما لا باز باش غادي نخدم هاد الحلويات. غنخليكم معايا ان شاء الله، نشارك معكم بشكل بشكل. وغنحتاج اكيد ليمون ديال السيليكون، اللي ما عندوش يقدر يخدم عادي، يخدمهم بدساكا ويقطع بالموس حرابيل، يقدر يخدمهم في شي مول ديال الزاج ويقطع كذلك. المهم كيبقى اختياري. كي قلت لكم اول حاجه غنبدا بها البنات هي هاد البسكوي، شديته وطحنته في الهاشوار حتى ولا لي هكا غبره. وغادي نضيف ليها البنات العسل. غادي نضيف كيف ما كتشوفوا خديت هذاك الشوفان مع الزبيب واللوز اللي مخلط، هذيك التخليطه ديال الميسلي، ضفت ليها العسل وغادي نخلطها وغنخليها باش ترطب. وتاني مكون ان شاء الله غادي نضيفوا لهذا البسكوي وهذا الفريتينغ. شدوه حمروه شويه في مقيله قبل ما تخدموا به باش يعطيكم داك المذاق ديال الكروستيون. هانتوما كيف ما كتشوفوا باش ما يبقاش البسكوي ليس. ضفت هنايا الزنجلان، 2 معالق ديال الزنجلان، هذا راه كتجي صراحه غيش باش ياكلوا لكم هكا الوليدات. خلطوا لهم مع الشكلاط. وغندير هنا شويه ديال لي بيبات ديال الشوكولا، شوكولا غيش هذه زوينه البنات. صافي وغادي نخلط المقادير كامله مع بعضياتها وغادي نجمعها ان شاء الله بالعسل. تقدروا تجمعوها بالنيسلي، تقدروا تجمعوها بالشوكولاط، المهم كيبقى اختيار. خديت هاد لومول ديال السيليكون كيف ما كتشوفوا، وخديت هذاك كناخذ شويه وكنبسطو في هذاك المول وكنبرك بيديا. صافي وغادي ندير شويه ديال الشكلاط من الفوق باش كتشد ليا. ها انتم الطريقه راه مبسطه وواضحه. وغتبقى لي واحد الحفيره حتى هي غنعمرها بالشكلاط وغادي نزوقها بالزنجلان. غنوريكم كل شكل على حده. غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي في هذا اللومول. تقدروا تستعملوا ماشي بالضروره هذا، المهم اللي عندكم. كي قلت لكم الا ما عندكمش تقدروا ديروهم غير حربول وديروا الشكلاط وتقطعوا شكل هكا مستطيل ولا مربع، المهم الشكل اللي بغيتو اللي كتفضلوا. من بعد ما نكمل الكميه اللي عندي غادي ندخلها الكونجيلاتور تجمد شويه باش يجمد هذاك الشكلاط. صافي ومن بعد غادي نزينها من الفوق. وهنا غندوز معكم مباشره للشكل الثاني ديال الكوك. درت هاد الكوك زوين صراحه مزيت. خذوا النوعيه المزيانه باش يجيكم زوين. ضفت ليه الكراميل، صوص كراميل البنات، وغادي نحاول نمزج هذاك الصوص كراميل مع الكوك واحد شويه يدخل فيه بحال يتبسبس بيه. ومن بعد غادي نضيف ليه داك الخليط ديال الشوفان، الزبيب، اللوز، ورقائق الذره، كيكون هذاك مخلط ولي شوكولا. غادي نخلطو معاه حتى هو وغادي نبقى مستمره في التحريك. غادي يمتزج ليا الخليط مزيان، غادي نحرك مزيان. غادي ندوب شويه الشكلاط، راه ما بانش معاكم ما تصورش معايا، دوبت شويه الشكلاط درتو في القاع ديال المول وكذلك ضفتو لهذاك الخليط حتى هو باش يجمد معاكم البنات. كنضيف كميه ديال الشكلاط في المول في الاسفل ديالو باش يشد ليا داك الخليط، وكنحط شويه من الخليط. ومن بعد غادي ندير الشوكولا من الفوق باش تشد ليا الحشوه. صافي غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي وندير لها من الفوق الشوكولاط. من بعد غادي ندخلها كونجيلاتور باش تجمد وندوز مباشره للشكل الثاني. دزت مباشره البنات للشكل الثالث، ما تصورش معايا. خديت هذوك الكويرات ديال هنا، حاولت باش نصنع كويرات ديال اللوز، غطستهم في شويه الشكلاط وزوقتهم من الفوق بالفريتينغ.
هذيك الكره ديال عقده اللوز، ها نتوما كيفاش جا الشكل ديالهم. هادو الشكيلات 3 ديولي كيفاش جاو. انما كنحط هذيك الكره وسط من هذاك القواعد، وكنكب الشكلاط من الفوق وكندير الفويتينغ. وكانوا هادو هما 3 تشكيلات اللي وجدت معاكم اليوم. كنتمنى يكونوا نالوا الاستحسان ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل باذن الله.